بقاش واحد الطرف ولا واحد شرط من الشروط انه تكون عندك شي امكانيات انه تكون عندك واجهه الكترونيه ولا بوابه الكترونيه. اليوم اصبح شرط اساسي من اجل خلق التنافسيه، وبلادنا محتاجه اليوم الى خلق واحد التنافسيه على المستوى الدولي. كل المجهودات ديال صاحب الجلاله، لا على مستوى البنيات التحتيه المينائيه ولا على مستوى المطارات ولا على مستوى الطرق، كل هذه الموانئ ديال الحديثه اللي كاينه في الناظور غير المتوسط واللي غتكون ان شاء الله في الداخل الاطلسي، والتجديد ديال ميناء الدار البيضاء والموانئ الاخرى، وكذلك اللوجيستيك، وكذلك الاقلاع الصناعيه الكبرى اللي راه كتعرفها بلادنا. كان ولا بد انه التجاره الخارجيه تعرف خلق بوابه من اجل تسهيل وتبسيط المساطر، لا بالنسبه للاستيراد وكذلك بالنسبه للتصدير. وهذه البوابه هذه اللي عطيناها انطلاقه اليوم، انطلقت الاشغال فيها منذ 2006. اليوم بفضل تبسيط المساطر عبر هذه البوابه غادي نقلصوا على الاقل ما بين 20 حتى ل 50% ديال الوقت بالنسبه للفاعلين الاقتصاديين اللي كيشتغلوا في التصدير وفي الاستيراد. وكذلك هذا 1.3 تريليون ديال الدرهم اللي كيسجلها المبادرات التجاريه المغربيه من شانها انها ترتفع خاصه في مجال الصادرات. واليوم الى بغيت نعطيكم بعض الارقام باش تعرفوا الاهميه ديال المبادرات التجاريه ديال بلادنا. كندبروا حوالي 13 مليون حاويه كونتينر سنويا، و500 حوالي 550 الف اكزاكتومون 553 الف شاحنه اللي كتمر عبر طنجه المتوسط. وهاد الناس كلهم كيمروا بعمليات ديال الاستيراد والتصدير وكيعمروا الوراق، وعندهم بزاف ديال لي زانترلوكيتور اللي كيمشيو يهضروا معاهم باش كيديروا واحد العمليه. اليوم ما بقاش هذا الشيء. اليوم ابتداء ان شاء الله من منتصف شهر جوان، لانه غادي نمروا بواحد لا بيريود ترانزيتوار اللي فيها غادي يكون التجارب ديال هذه البوابه الجديده، غادي يولي عندنا نقطة دخول واحدة بالنسبة لكل المصدرين وبالنسبة لكل المستوردين. واليوم المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك إن شاء الله غتمشي بسرعة العالم. تم إطلاق البوابة للإجراءات التجارة الخارجية. هذه البوابه مهمه لان كتزيد من التنافسيه ديال المقاولات اللي كيصدروا. كتعرفوا بان الرقم والعدد ديال المقاولات اللي كيصدروا تقريبا 6000 اليوم في المغرب، وكيصدروا تقريبا 5500 مليار ديال الدرهم. والهدف ديال الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو نزيدوا من هذا العدد ديال المقاولات للتصدير، وهذه البوابه في هذا الاطار مهمه جدا.